السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. تحية للجالية المقيمة خارج أرض الوطن، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. أحد المتابعين الأوفياء قال لي عافاك إلا هضر لينا على شي واحد وقع ليه شي مشكل بسبب الكريدي. يعني كريدي ما كاينش شي واحد اللي خداه وما طاحش في المشكل. أنا ضد هاد الفكرة هادي ديال الكريدي، خصوصا الشباب اللي يلاه التحقوا، يعني كيضرب واحد عامين ديال السيرفيس ولا عام يمشي يدفع طوموند باش يشد واحد الكريدي ديال الكونسوماسيون. ما عرفوش لاش غادي يشدو، يعني داك الطيش داك الحماس المبالغ فيه انه عنده شهريه وقادر انه يغطي الاقساط ديال هذا 6000. كيشدو واحد المبلغ اللي مهم، يعني كاين اللي كيشد 70000 درهم، 80000 درهم، 100000 درهم. اشنو كيدير؟ كيمشي يدوز بيرمي ديال الموطور، يمشي يتقدا تي ماكس ولا اس اش، يمشي يخسر في الحوايج اللي بكثرت السيرفيس راه ما غاديش تلبسهم ولا غادي تبرع فيهم. يعني يوميا انت لابس توني قليل فين كتكون عندك واحد الوقيته اللي غتخرج فيها، ولا داك الموطور اللي غتشري ب 7 المليون ولا 8 المليون قليل فين غادي تتحرك به. زائد انه يخسر على الصحاب ويخسر على هذا ويعرض على هذا، ودوك السهرات كدوز واحد الفتره ديال 3 شهور ولا 6 شهور كابعد حد. يعني داك المبلغ الضخم اللي شد كيتكونسوما في 6 شهور 3 شهور الماكسيموم. يعني في الاخر كتولي كتعاني من التبعيات ديال هاد السلف، يعني واحد 6 سنين ولا 7 سنين وانت كترد فيه يتحيد لك من الشهريه ديالك. بالتالي الماندا ديالك ما غاديش تقدك، خصوصا الا كنتي معيل ديال العائله ديالك. فهاد الشاب هذا كان معايا، يعني جاو جداد حديثي التخرج، جاو كان هو شاب مزاجي، يعني صعيب انك تتفاهم معاه، صعيب انك تقنعه. يعني كان سبحان الله العظيم عنده واحد العقليه بوحده، فكان ديما المشاكل مع الشباب مع الزملاء، ديما مدابز ديما مخاصم. كان ما تيتفاهمش مع الناس. البدايات ديالو يعني كان البوست كأبعد تقدير يدوز فيه شهرين 4 شهور، يعني ضروري ما يتحول منه بسبب انه ما تأقلمش مع الناس اللي تما، ما نفهمش هو وياهم. كان ديما فيه المشاكل، يعني ماشي شاب اللي يشوف الحاجه ويميك، ولا يعني الشاب اللي كيقلب هو تيقلب على المشاكل. لدرجه انه واحد النهار كانت الحراره، يعني عرفتوا هذوك النواحي ديال الجنوب الشرقي الحراره تما راه كتوصل حتى ل 52 درجه، يعني حراره مفرطه. وداك الشوم كيكون واحد الشوم، يعني كتكون انت جالس في التابوله ديالك وكتفزق ليزار وكتغطى به باش كتحاول تخفف هذاك الصهد. هو كان تيمشي لحقاش كان كل بوست كتكون عندهم واحد الطونه ديال 1000 اطرو ديال الماء. كانت عطات مؤخرا بقاوش يعمروا البواده، يعني داروا واحد الطونه ديال الجميع 1000 اطرو، يعني كيكون مكلف بها رئيس ديال المجموعه. هاد الشاب هذا كان صراحه الله ما دارش شي حاجه اللي فيها، يعني غير هما اللي حكروا عليه شويه. كان تا هو تيمشي يعمر السطيله ديالو من تما ويديها للتابوله ويفزق ليزار ديالو ويفزق الشاش يدور على راسو. هادشي غير باش تنعس، يعني تصور انك غير باش دير ديك لاسيست خصك تفزق ليزار وتفزق الشاش تحطو فوق راسك باش تنعس، لان درجه الحراره اقسم بالله العلي العظيم الا كانت واحد درجه الحراره تدوز ديال شهر 7 وشهر 8، والله اللي عالم بها، يعني الله اللي عالم بهذاك الجو اللي عايشين فيه هاد الرجال. هو كان تيمشي يعمر السطيله وكانوا كيتناقشوا معاه، تيقول لي لا انت ديما هاز السطيله ديالك ديما تتعمر السطيله. هو قال لهم نتوما كتوضاو انا ما تنصليش، كنعمر انا سطيلتي، نتوما فاش تبي توضا راه كتعمر 5 سطيلات في النهار. هنا فين غيوقع واحد الشنآن، يعني غادي يمنعوه انه ما باقيش يعمر، يعني باغي تعمر السطيله عمر السطيله وحده ديالك في النهار، ما تبقاش غادي جاي كتعمر في السطيله. هو كيف قلت لكم انسان مزاجي، حتى هو معكس، يعني كيشد الضد. اش دار بالليل؟ خلاهم حتى كلشي نعس، اللي خرج للسيرفيس خرج للسيرفيس، يعني ما كانش خدام هو هذيك الليله. مشى
هذيك جويه جوج ديال الليل، مشى حل الروبيني ديال الطونه، يعني الماء بقى غير غادي. تصور طونه ديال 1000 اطرو، يعني تكون فيها ديك الساعه باقي فيها شي 600 ولا 700 اطرو، الماء بقى غير غادي، يعني ضد فيهم باش حتى واحد، كلشي بقى اون بوان. الماء بقى غادي كيضيع. يعني هذا تصرف صبياني، تصرف لا اخلاقي من انسان غير واعي، انسان مهمل، يعني انسان تافه انك باش دير هذا التصرف هذا. الصباح كيجيو الدراري اللي كانوا سيرفيس كيجيو كيلقاو ضايه كبيره قدام البوست ديالهم، اش واقع، تيعيطوا على الشاف، نوض شكون اللي صار روبيني، شكون اللي صار روبيني. ضربها بالنكره، يعني حتى هو دار راسو بحال راسو ما فراسو ما يتعاود، مع العلم انه كاع الشكوك وجميع العناصر كلشي شك فيه باللي هو، لانه هو الوحيد اللي معكس ومغنان، يعني انسان اللي يقدر يدير اي حاجه. هنا رئيس الفرقه عرف ان هذا السيد هذا ما خصوش مازال يضرب معاه الضربه، دار واحد الدوموند، واحد الكونتروندي للمسؤول، وطلب منهم ان هذا السيد ما بقاش خدام ليه وما صالحش ليه في المجموعه ديالو. هنا المسؤول غادي يشوف بان هذا الشاب هذا كثرات عليه الريكلاماسيون، يعني البوست اللي مشى ليه ما كيطولش فيه 3 شهور 4 شهور، كابعد حد 5 شهور، يعني كيدير رئيس شاب دو بوست اللي معاه تما تيدير الضمون ان هذا السيد ما خدامش ليا وما خدامش للمجموعه. فهنا كيطلب منه انه يجمع الباكطاج ديالو ويلتحق بالوحده الاصليه ديالو اللي جا منها، يعني لونيتي اوريجين اللي جا منها، يعني الوحده ديال الجروبمون ديال الاف ا. رجع للجروبمون، هنا المسؤول اللي كان تما قال ليه واش انت ما بغيتيش تخدم على راسك، ما بغيتيش تخدم على والديك، يعني بلاصه اللي صيفطناك ليها ما كتطورش فيها، واش هاد الناس كاع خايبين، انت بوحدك اللي زوين، يعني نقولوا حنا كاع ما تفاهمتيش مع هاد الناس في واحد البوست الاخر، واش حتى هما ما غاديش تفاهم معاهم، البوست الثالث البوست الرابع، يعني تقريبا قال لي انا درتي السيكتور كاملو، يعني اي بوست مشيتي ليه ضروري ما يجي المشكل منك. هنا قال لي الله يرضي عليك، هنا غتخدم بحالك بحال خوتك لداخل، ما غنبغيش شي ريكلاماسيون تجي ولا نسمع شي حاجه عليك مازال، لانه تعديتي الحدود، وإلا جاتني شي حاجه فغتكون ظلمتي راسك. ما علينا، يعني جا بدا تيتاقلم مع الدراري تماك، كاينين لي زونسيان الله يجازيهم بخير، يعني واخا تيدير شي بعض الهفوات يعني كيتجاوزوا، كيقولوا لعل وعسى غادي يتقاد شي نهار السيد اللي فيه ما عندنا. النقطه ديال الكريدي اللي قلت لكم، غادي يدير واحد الدوموند باش يطلب واحد لاتيستاسيون باش يشدو واحد الكريدي، واحد القرض من البنكه. فعلا دار الاجراءات ديالو الاداريه، دفع الدوموند ديالو، جاتو لاتيستاسيون، مشى للبنكه شد كريدي، يعني شد تقريبا 8 ديال المليون، حطها في الكونط مع الكونجي. مشى اول حاجه دارها خدا واحد الطوموبيل، خدا واحد لافيراي، يعني تا الطوموبيل ما زرب، عطاه واحد لافيراي اللي ما تستاهلش داك الثمن، خداها بشي 4 المليون على اساس انه يمشي يدوز بها الكونجي. مشى للكونجي، دوز تقريبا ديك 20 يوم، فاش كان راجع خسرات ليه الطوموبيل في النواحي ديال اكادير في بيوغرا، خسرات ليه الطوموبيل تما. عيط على الميكانيك، ما لقاوش المشكل، يعني قال لي خصها تجي عندي للكراج ولا نهزوها بالديباناج نديوها للكراج. هو كيف كنقول لكم انسان طايش، يعني واحد العقليه عنده ما عرفتش. قال لي انا ما عنديش المشكل، ما بقيتش انا كاع باغيها، دير معايا فيها شي ثمن غدا نمشيو نتكاتبوا الصباح. هنا الميكانيك يعني جاب ليه الله همزه، ما غاديش يفلتها، بقى تيتكارجوا وياه، يعني من 4 المليون حتى المليون ونص، يعني غد ليه الصباح يعني غنعطيك فيها مليون ونص وغادي ندخل عليها رمانه مغمضه ما عرفتش شنو فيها.
واش وريقاتها مريقلي؟ قال لي كلشي مريقل، كلشي مخلص، انا يلاه واخدها تقريبا هادي 20 يوم. منين خديتها؟ قال لي خديتها من عند واحد السيد معرفه ديال واحد السيد خدام معايا، هو اللي باعها ليا. يعني انسان طايش، ما عندوش ديك كيف كيقولوا فين تقيل، يعني كاع الامور كيمشيها بهذه السهوله بهذه البساطه. تصور من 4 المليون ل 1,500,000 هنا خدا المليون ونص من عند السيد. يعني انا كنت كاتب هو وياه الصباح، دوز هذيك الليله في لوطيل. الصباح جا الميكانيك قال لي يلاه باش نتكاتبوا، يلاه هادي. عارف الميكانيك انه السيد رخا، يعني بداك الثمن مليون ونص، واخا يبيعها هو بجوج المليون راه عنده فيها ربح. صافي باع الطوموبيل ديالو، عاوتاني جا وما جاش حتى زاد واحد النهار ديال الغياب. يعني النهار اللي كان خصو يلتحق به راه بات فيه ديك الليله، على اساس انه غدا الصباح يمشي يتكاتب مع السيد. يعني ما رجعش للعمل ديالو في التاريخ المحدد ليه في نهايه ديال الاجازه، التاريخ اللي عنده، على اساس انه خصو يصبح خدام، هو ما جاش. يعني ها المشكل عاوتاني، يعني وما عندوش هو المشكل. زاد نهار جا على اساس انه راني خسرت ليا الطوموبيل، ما لقيتش اللي يجيبني، وحالت راني خليتها غير تماك. كذلك المسؤول عاوتاني كيتساهل معاه، انه تيشوف انه هاد السيد هذا غادي للهاويه، مازال تيمد ليه يد المساعده. باش نقول لكم كاينين مسؤولين الله يعمرها دار. هاد السيد هذا كان بمثابه ديال الاب ديالنا، هاد المسؤول هذا. يعني كان مازال تيراعي ليه، مازال تيشوف فيه بعين الرحمه، تيقول ليه جمع راسك معايا، هادشي اللي كدير فيه راه ما خدامش لك. من بعد غادي يضرب تقريبا واحد العام، غادي يطلب عاوتاني واحد الطوموند انه باغي يشد عاوتاني واحد الكريدي. مشى للبنكه اتفق معاهم انه الكريدي القديم غادي يخلصوا، ويشد عاوتاني واحد لاصوم اخرى يخلص بها الكريدي اللي كان شد قبل، وعاوتاني غيشد كريدي اخر جديد. يعني باغي يدخل على كريدي اخر جديد. يعني هنا هذه هي قمه ديال البلاده. انسان ما عندوش هدف في الحياه ديالو. الهدف في الحياه ديالو هو انه يبقى خدام على القروض. يعني الماندا ديالو اش غادي يبقى ليه فيها، شنو غادي يدير مستقبلا. يعني ما عندوش ديك الفكره ديال المستقبل، ولا يدير واحد الخطه ولا واحد البروغرام باش يسير به الحياه ديالو ويمشي بها دقه دقه حتى يدير علاش يرجع. يعني السيد كيتخلص اليوم غدا ما عندوش، يعني يدخل عاوتاني في واحد الصراعات مع المواطنين على برا، ديما بدابز، ديما مناقش، لدرجه انه واحد النهار نوض واحد الكير، غانيت واحد الحرب مع بعض الشباب المدنيين. كان واحد النقاش في القهوه، ناض دابز هو وياهم، ناض الصداع. دخلوا الدراري اخوان، جابوه للتكنه، هضروا معاه بلاتي هي احسن، هادشي الطريق اللي غادي فيها راه ما خداماش، انت غادي في واحد الطريق اللي غادي للهاويه. يعني ها انت دابا كتشوف راسك خدام فابور، يعني خدام على البنكه. الماندا ديالك شحال فيها باش انك تشد جوج ديال الكريديات وما دير بها حتى شي حاجه، مع العلم انهم كاينين شباب، واخا انا ضد هذه الفكره ديال الكريدي، كانوا شباب معنا يعني كيدخل كيشد كريدي، اول حاجه كيدير كيانفيستي في شي بقعه. تلقى شاري بقعه. كنعقل واحد الشاب من اولوس، هو كان حامل لكتاب الله، وقلت ليه دابا انت فقيه، وقال لك هادشي اللي عطا الله، قال لك تنشوف راسي انني ما خدام، ولكن كنصيفط النص الكبير المنظر مالي الدار. تيبقى ليا شي حاجه باش تنديباني. اقسم بالله العظيم ما كانش يخرج كلشي على 9 شهور عام، كيمشيش على 9 شهور عام. قال لك هذاك هو الحل اللي بقى لي، انني خدام ما خدامش. اللهم قال لك بغيت ندير، قال لك عندي واحد البروغرام، واحد الهدف في حياتي، 10 سنين خص تكون عندي واحد الدار فيها مكازات لتحت. قال لك هذاك هو المستقبل ديالي. قال لك واخا انا ضد الكريدي، ولكن الغالب الله. يعني الفكره ديالو ما نقدرش نناقشوا فيها، غير انا كقناعه شخصيه ضد نهائيا شي حاجه سميتها الكريدي. هو مقبره الشباب. يعني كاين شاب اللي
السبب اللي ضرب ليه الكارير ديالو في الزيرو هما هاد الكريديات، خصوصا لي زونسيان تاهما نبهونا وهضروا معنا عليهم، لانهم كانت ديك الساعه كانوا كيقولوا لهم اكدوم، كانوا شي شركات يقولوا لهم اكدوم، يعني كيعطيوك في الاخر كتولي خدامين عليهم. يعني نصيحه للشباب، يعني الا ما كنتيش، كاين اللي تيقول لك هو شر لا بد منه، كاين اللي كيقول لك الكريدي شر لا بد منه. الا ما كانش عندك يعني هدف ولا شي حاجه اللي غادي انفيستي فيها ولا تستثمر فيها ولا تهز مثلا وتحط هذا المقدار اللي شديتيه، دير بحال ما شديتيش، تحطو في شي دويريه، في شي صندوق، في شي ارض، سواء فلاحيه ولا حضريه، يعني المهم حطو في شي حاجه، خصوصا الى استثمرتي. وهذا نداء للشباب، انك الى باغي تستثمر في العقار. ما كنهضرش على دوك السكن الاقتصادي ولا داك التخربيق، شي ما كنهضرش عليه. كنهضر على انك واخا تشريها خارجه على المدينه 30 كيلومتر 40 كيلومتر، مع الوقت راه غتولي ديك الارض اللي شريتي خارجه على المدينه 30 ولا 40 كيلومتر غتولي هي دخلات للمدينه، يعني وصلها المجال الحضري. ماشي تشد كريدي وتكونسوميه في الخوال الخاوي، هادي سبرديله، هذا سروال، هذا تليفون ايفون، هذا مثلا موطور، ولا دوك السهرات الماجنه، ولا العراضات على الصحاب، ولا شوف هاد الوقيته صاحبك هو راسك. الا كنتي باغي دير الصحاب غدير واحد ولا جوج اللي كتيق فيهم وكيتيقوا فيك نهار طيح غتلقاهم. اما الصحاب اللي غادي تمشي كونجي وقاعده تضيع في رزقك، يعني كاين شباب كيمشي كونجي كيبدا يخسر داكشي كاع اللي جمع، هو في مرابط في الحدود، يعني كيمشي بواحد 2 المليون 2 المليون ونص، فاش كيمشي تما يعني كيولي يفرق بلي منيه وبلي صريه، يعرض على هاد الجوج يدي مع هاد ثلاثه يكري طوموبيل، يعني ديك 20 يوم كيدوزها كانه برجوازي. هو نتا العذاب اللي داز عليه غير داك الصهد وداك الشوم راه بركه، غير داك الغربه وداك العذاب الاليم اللي كدوز انت تماك، هذا كيشفع لك انه تكون دير بحساب داك الرزق اللي جمعتي. ما تخسروش في شي حاجه اللي ما عندهاش الفائده، ما تخسروش في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ما تخسروش في شي حاجه اللي حرمها الله. كيف قلت لكم، فمن بعد هاد الدري هذا ولا تأزم نفسيا، يعني ولا متبع مع الطبيب ولا مريض، كثر من الغيابات ديال الحضور على العمل، كثر من لي كونسلطاسيون ميديكال، يعني كيكون شي سيرفيس لا انا مريض ما بغيتش نخدم، لا بغيت نشوف الطبيب، لا هادي ومن حقه، يعني اي واحد باغي يشوف الطبيب من حقه، غير انها ماشي كل نهار خصك انت باغي تشوف الطبيب. من بعد غادي يولي يتبع مع الطبيب وغادي يبدا يعطيه اجازات مرضيه، اجازات مرضيه، يعني خدام كتخلص ولكن راك كتسمى اجازه مرضيه. هو رغم انه كيتخلص فانه بحال ما كيتخلص، يعني داك الكريدي هلكو، خصوصا انه كيدي ليه النص الكبير من الشهريه ديالو، فولا عايش في صراعات ومتاهات نفسيه هو اللي خلقها لراسو. هنا فين غادي تجي فكره ديال انه بغى يعاون راسو، يعني شوفوا غير هاد الفكره اللي جاتو، يعني راه ما غادي تطيح على حتى شي واحد، يعني فكره اللي مستحيل انها تطيح لك في البال، ولا مستحيل انك كشخص انك غادي ديرها. يعني هاد الفكره قال علاش لا نمشي ندير فراشه وانت رجل امن او عنصر امن، وغادي تمشي تحط فراشه، يعني مشى حط واحد الفراشه تيبيع ويشري، يعني شوف دماغه شنو قال ليه. كانت خرجت في واحد الجريده ما عقلتش واش الصباح ولا مع الاحداث المغربيه، مشى دار فراشه بالضبط في مدينه مراكش. هنا غادي يوقع ليه واحد الشنآن مع واحد عون سلطه، قال ليه جمع هذاك الشيء ديالك، وما كانش يعرفوا انه عنصر ديال. هنا السيد غادي يقدم ليه راسو، وغادي هادي الاخر غادي يدخلوا الشكوى كيفاش هذا خدام هنا وتيدير هاد الخدمه هادي، راه ما يمكنش، يعني هاد الشيء هذا يا نصاب يا راسو فيه العجينه. هنا غادي يبلغ به رئيس الفرقه اللي بدورو غادي يجي وغادي يستفسر الامر، وفعلا غادي يلقاوه تابع ليهم.
هنا غادي يرونديه المسؤولين غادي يقوموا بالاحتفاظ به داخل واحد التكنه، غادي يديروا ليه واحد الرابور، هاد الرابور اللي غادي يعطيه الطرد النهائي من الجهاز، لأنك ما يمكنش تكون خدام رجل أمن ودير واحد الخدمة أخرى كتسمى دوبل فونكسيون، يعني ممنوع عليك تكون خدام خدمة وتزاول واحد المهام أخرى. يعني انت هاديك الإجازة عطاوها لك إجازة مرضية عطاها لك الطبيب باش تمشي تعطي الراحة لراسك وتصلح راسك وتداوي راسك براسك وتشوف دير واحد التقييم لراسك، تشوف شنو هما الأخطاء اللي درتي، شنو هما الحوايج اللي ما خصهمش ديرهم. فهو شوف اش قال لي راسو، يعني فاش نقول لكم راه انسان مهمل وانسان ما عندوش فين يخمم. يعني شوف اش قال لي راسو انه يمشي ويدير تجاره، مع العلم انك مازال خدام غيدير التجاره، حط لهم المسائل ديالهم وخرج دير التجاره، مع العلم انني متيقن ان هذيك التجاره محال واش غادي تكمل فيها، يعني غتصدق لا فضل لا راس المال، حيت انت اصلا داير هكاك. ديك الساعه ما بغيتيش تخدم على راسك، ما بغيتيش جاوك فرص استغنيتي عليها، يعني تعطاتك واحد الفرصه انت استغنيتي عليها، تبعتي واحد الطريق اللي ماشي هي هذيك. الحمد لله دابا وصلتنا واحد الاخبار عليه انه خدام على راسو. بحال قلتي هاد الحوايج اللي مر منها كانوا صدمات اللي فيقاتو من ديك الغيبوبه اللي كان فيها. وصل مرحله دابا ديال انه خدام بخير وعلى خير. الوالده اللي كانت عنده توفات مسكينه الله يرحمها، لحسن الحظ انها كانت عندها دار، وكان هو الابن الوحيد عندها. خلات ليه بعدا ديك الدويريه، يعني ما عندوش مشكل في السكن. هذيك الدار اللي على حسب ما قال الزملاء انه هو ساكن الفوق واقيلا وكره لتحت، من بعد دار شي طوموبيل خدام كيتحرك بها، الله يسهل عليه وحسن انه بعد على داكشي اللي كان كيدير شحال هذا، ولا دابا حاضي غير الخدمه ديالو. كنتمنى انه يدير شي اسره ويلقى شي زوجه اللي غادي تجمعوا واحد شويه، ويولي عنده واحد النفس ديال انه عنده وليدات، عنده هادي، يولي يخاف على راسو ويخاف على وليداتو. لانه صراحه الله كتشوف واحد الشباب تيدخلوا تتعيا ما تهضر معاهم، تعيا ما تنصح فيه. انت هاد الكريدي تيقول لك الشاب انا راه باغي ندير واحد الضمون اللي نشد واحد الكريدي، تقول علاش باغي تبني شي حاجه، باغي تيقول لك لا الدراري صحابي كنمشي كونجي كل واحد راكب اس اش، اللي راكب تي ماكس. ولي الله يسهل عليهم هادوك عندهم والديهم الحمد لله ميسورين الحال. انت مادام جيتي لهاد الخدمه هادي يعني جاي تخدم على راسك، يعني جاي تكون راسك، انت اللي غادي تبني راسك. يعني والدينا ولا والديك ما بحالهمش، لاش غادي تعلق فين تفلق انك تشد كريدي موطور غتحطو في الدار غتبقى تركب عليه غير ديك 20 يوم اللي غتجي كونجي، يعني 4 شهور ولا 4 شهور ونص انت خدام. الموطور راه ما غتركبش عليه غير واحد 3 الخطرات ولا 4 الخطرات في العام اللي غتمشي فيهم كونجي. فعلاش غتخسر فلوسك في 6 المليون و 7 المليون؟ علاش مع ذلك كتقول لي هاد الهضره هادي كيدير داكشي اللي في راسو؟ كدوز واحد الوقيته تيقول لك واش ندمت على هاد الشيء اللي درت، راني دابا مزير تيبغي يخرج كونجي كيولي هاز الهم ولا بدا يتسلف من عند صحابو باش يمشي كونجي. يعني ها انت كتخلص واحد القرض ومازال كيتابعك عاوتاني السلف اللي عند صحابك، يعني فاش كتجي كتضطر انك تبقى جالس 5 شهور 6 شهور ما تمشيش كونجي حتى دير واحد البركه اللي هي قليله، يعني غير الله غتمشي دوز بها دوك الايامات. يعني ما عندك فين تمشي، ما عندك فين تسالى، ما عندك فين تسافر، يعني كتبقى جالسين في داركم. علاش؟ حيت تعلقتي فين تفلقتي. كنتي غادي دير هاد المساله ديال القرض، واخا انا لا اتفق مع الاخوان اللي كيمشيو مثلا يديروا، كاين اللي تيقول لك هو شر لا بد منه، هي شر لا بد منه، ولكن على الاقل
الا كنتي غتستثمروا في شي حاجه اللي غادي ترجع عليك بالنفع. يعني غتلقى راسك انك من هنا واحد 7 سنين ملي غادي تساليه الاقساط ديالو غتلقاك ربحتي واحد البقعه مثلا خديتيها بديك 6 المليون ولا 7 المليون غتلقاها ساويه 18 مليون ولا 19 مليون. يعني خصك دير واحد الهدف في حياتك. ابار هادشي كانوا دراري الحمد لله بدون قروض، وانا كنت معاهم اقسم بالله كنا كنديروا قرعات بيناتنا. يعني 6 دراري 7 دراري 8 دراري كنديروا واحد المبلغ ديال 1000 1500 درهم كنديروا ديك دارت غير بيناتنا. كنا كنحسبوها بحال ما كايناش. يعني الشهر كتمشي كتعطيه الدري اللي مكلف انه يجمعها، اللي وصلاتو النوبه كيشدها كتمشي كتبلوكيها. ولا مثلا كاين اللي كيبلوكي لاصولت ديالو، وهادو تنعتبرهم هادو ماشي عناصر امن، هادو مستثمرين. يعني كيمشي للبنكه تيقول للمدير ديال لاجونس الله يجازيك بخير انا باغي نبلوكي واحد 1500 درهم لمده ديال عامين ولا لمده ديال 4 سنين. يعني كتبلوكيها كدير بحال انك كتخلص، بحال مثلا كتخلص ب 5000 درهم تولي كتخلص ب 3500 درهم. يعني انت خصك تسير راسك على ديك 3500 درهم لمده 4 سنين، و 1500 درهم راه مبلوكيه لمده عامين ولا 4 سنين ولا عام. يعني كل واحد واش يدير المده. وهادو دراري هادو بالنسبه لي انا مستثمرين. يعني فاش كيولف الانسان انه يعيش على واحد المبلغ ديال مثلا 3500 درهم هذا كون على يقين انا عمره ما غادي يطيح في المشكل. عمره ما غادي يكون محتاج لشي واحد. ما غاديش دوز ان شاء الله واحد 10 سنين حتى تلقاه انفيستي في شي مشروع، داير شي بروجي ديالو ولا دار شي دويره ولا دار شي ارض وانفيستا فيها. كانوا دراري اللي داروا مشاريع ديال الدواجن ومشاريع فلاحيه وزراعيه. كاين اللي ربى مواشي ديالهم لختو ولا الخو ولا مو، يعني كيشري في الرؤوس ديال الاغنام كيستثمر في الرؤوس ديال الاغنام. هادو هما الشباب طموح. يعني خليني من هاد الشباب ديال خصني نشري موطور ونمشي دوك السهرات الماجنه ونجمع الدراري ونجمع صحابي باش نبان انني عندي الفلوس. لا هما تيدوزو بك غير الوقت. يعني هما فيه غنى عنك، راه ما تيشوفوك 4 شهور 4 شهور ونص. انت كتجي ديك 20 يوم غير المصلحه ديالهم ها الكامبوجه يلا نديو لهنايا يخسر هادي يلا نديو لهنايا، وانت غادي وهما تيضحكوا وانت فيك داك الحماس انك كنتي يعني مغرب وكانت عندك واحد شي حوايج اللي ما كنتيش لاقيهم تماك. يعني بحال كيتحلوا عينيك هما راه عينيك يلاه تيتسدوا ماشي تيتحلوا. جيتي كونجي دوز كونجي مع وليداتك كنقول لك صاحبك اللي كتثق فيه صاحب ولا جوج اللي صاحبك بالربح ماشي بالخساره. مشيو للقهيوه ما فيها باس تفرجوا في ماتش تناقشوا هادي. يعني صاحبك اللي غيفيدني ماشي اللي غادي يهلكني. يعني كاينين دراري اللي طاحوا للاسف مع اصدقاء ورفقاء السوء اللي خرجوا لهم على حياتهم خرجوا لهم على الكارير ديالهم. يعني مازال دابا والله الا مازال دابا الشباب كنعرفوهم مازال دابا كيعانيو الامرين. يعني من داك الكريدي اللي خدات كتسولهم ضرا فين وصلتي يقول اخويا مازال باقي لي واحد العام ونتهنى من هذاك المونتيف اللي درت. يعني عاد جاه الصاد عاد حس انه غلط، ولكن امتى حتى دازت واحد 7 سنين من حياته. يعني 7 سنين باطل انت كتخلص على واحد الحاجه اللي ما استفدتيش منها اللي ما رجعتش عليك بالمنفعه. كنتمنى تاخذوا العبره من هذه القصه. هذه هي قصه للعبره. اللي بغى يدير مثلا شي كريدي ولا شي حاجه ما ننصحكش انك تاخذو. الا كانت الضروره ولا الا كنتي شتي راسك انك ما كتوفرش ولا ما كديرش ولا هادي فلا غادي تزيد تهلك راسك. كنتي باغي تانفيستي ولا تستثمر في شي مشروع شي مشكل غير هو حتى الا خديتيه ما تاخدوش على اساس الاستهلاك. هو كيتسمى كريديت كونسوماسيون يعني قرض استهلاكي. ما تستهلكوش بالعكس استثمروا داك ديروا بلاص ما يكون كريدي كونسوماسيون ولا قرض استهلاكي رجعوا انت قرض استثماري. شدوا ديروا في شي حاجه ديروا في شي بهيمات الى عندكم البلاد تما شي بقيرات خروفات ولا نعجات مثلا
اللي ما يجي فينا دور العام ولا العامين تتلقاك انك درتي تبارك الله واحد العدد مهم ديال الماشيه، بني دير شي ساس ونساه، يجي فين يدور عليه واحد 5 سنين ولا 10 سنين تلقى داك الساس الثمن ديالو، خصوصا العقار. العقار ما عمرك ما غادي تخسر فيه، يعني الا ما ربحتيش راه ما غاديش تخسر. خذها قاعده، العقار الا ما ربحتيش فيه راه ما غاديش تخسر فيه. وكنتمنى ان الفكره تكون وصلتكم. الله يسهل عليكم والله يوفقكم. متمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في المسيرة ديالكم. إلى هنا متابعي الأوفياء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.